متوسط، لكن أنا بأقسم إني أكثركم بهجة وسعادة اليوم. أكثركم بهجة وسعادة لأني واجد فرحة في عيون كل الناس اللي موجودة. أكثركم بهجة وسعادة لأني عندي شعور يوم العيد بيبقى فيه شعور جميل جدا، يوم العيد الصغير، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. والله إني بأشعر بنفس شعور هذا اليوم في عيد الميلاد المجيد. أنا لهذا قد أكون أكثركم فرحة وسعادة. لأنه الشيخ أحمد قال على بيت العيلة. عملنا اجتماع فعلا أول امبارح، ووجدت تعاون وتفاهم تام ما بين الإخوة المسيحيين والإخوة المسلمين في إنشاء بيت العيلة، بيبقى مرجعية للتفاهم والتعاون واستكمال المشاورات في أي موضوعات. اتفق على إنه يبقى في مؤتمر شهري أو طبقا للوضع المطلوب ينفذ مؤتمر في حينه. تم اختيار المكان وتم إعلان أسماء بيت العيلة من المسيحيين والمسلمين، ولما وكلوا إنه كان هذا الكلام دون أي اختلاف في أي نقطة. كانت النقطة بتطرح من الأنبا تدرس بيوافق عليها فورا باشمهندس محمد السيد. محمد السيد يطرح نقطة بيوافق عليها فورا الإخوة المسيحيين، وده كان في جو من الود والمحبة العالية. نقطة ثانية إنه السنة دي الحمد لله جاء علينا ذكرى عيد الميلاد المجيد، وهيقل علينا إن شاء الله المولد النبوي الشريف، وده ترتيب من عند ربنا عشان يؤكد العالم كله إن مصر بمسلميها ومسيحيها إخوة متحابين إلى يوم الدين. النقطة الثالثة إن شاء الله زي ما ذكروا في الفترة الجاية عندنا استعداد للاستفتاء، وهو ما يؤكد ميلاد جديد لمصر وبداية انطلاق على هذه البلد. وده أنا متأكد إنه إن شاء الله هيبقى في رغبة كاسحة من المصريين لعبور الأزمة اللي مرت بها البلد خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. حاجة أخرى بس عايز أضيفها، وهو إن أنا شخصيا أشعر بالانتماء للإخوة المسيحيين، لأني وده الكلام ده ما حدش يعرفه، أول ضابط اتعلمت على إيده أول ما اتخرجت سنة 81 ولازم ميلاد بولس ميلاد. وأنا بكلمه سنويا عشان أعيد عليه وهو بيكلمني سنويا، ولازم أول احتياط ميلاد بولس ميلاد. أنا اتخرجت ضابط من الكلية الحربية سنة 81 وقعدت معاه في خيمة واحدة. هو اللي قال لي يعني إيه معنى العسكرية ويعني إيه معنى العمل في القوات المسلحة. فأنا هذا الرجل بقول له بكل الاحترام، وأدعوكم جميعا لتحية إخواننا المسيحيين في عيد الميلاد المجيد. كل سنة وانتم طيبين. دائما الفريق السيسي كان له كلمة جميلة وتقول يقول مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. اسمحوا لي بس إن أنا أضيف عليها حاجة، مش هتبقى قد الدنيا إلا بيكم وحملتكم واتحادكم مع بعض.